فكرة خالد، فكرة الفلول والبقايا الحزب الوطني، يعني هم دلوقتي بدأوا ينزلوا، أولا في أحزاب بتمثلهم جهارا نهارا، وفي أيضا لافتات، وفي منتهى الدعاية لهم، وعلى اعتبار أنهم من حقهم أنهم ينزلوا، من حقهم أنهم ينتخبوا، ونحن لم يصدر بعد أي قرار فيما يخص قانون الغدر أو العزل السياسي. هيمثلوا لكم خطورة كبيرة طبعا. طب انا ابدا بده، بس انا كان عندي حاجات عايز اقولها، يا ريت اكملها بس هبدا بده. هي الازمه مش في الفلول بس، كمان ده في فلول اخرين اللي هم مقنعين على انهم معارضه، يعني دي ازمه وشفناهم قاعدين بمعنى رؤساء احزاب سابقين كانوا حاضرين حتى الاجتماع الاخير مع يعني واحد زي مصطفى موسى ده نجح في انتخابات مجلس الشورى اللي فاتت ب 200,000 صوت وشويه، والانتخابات ما راحش 4-5 اساسا، راحوا صوتوا، ما كانش في انتخابات اصلا، اتقفلت اللجان وبتاع، وكان رئيس حزب ورايح يقعد مع المجلس العسكري في القعده الاخيره على انه رئيس حزب ويتحدث في مستقبل مصر. يعني انا مش عارف باي منطق، وبالتالي تطبيق قانون الغدر على امثاله وقيادات وكوادر لحد رئيس لجنه اسم ولا قريه حتى في الحزب الوطني مهم جدا لحد دلوقتي، مهم جدا قبل الانتخابات اللي جايه. يعني قبل الانتخابات لابد ان يصدر شيء ما في موضوع العزل السياسي. لا الغدر، وبعدين ننقل بقى على العزل السياسي. صح، العزل السياسي فيما يخص كل قيادات وكوادر الحزب الوطني لحد رئيس لجنه قريه ولا اسم. هو الكلام دلوقتي عن 2 سنين فقط منعهم. امين حزب الوطني في مركز كبير زي مركز اوسيم، امين الحزب الوطني سابقا، دلوقتي اترقى بقى رئيس مجلس، رئيس حي شمال الجيزه، يعني رئيس حي شمال الجيزه هو امين سابق للحزب الوطني في مركز اوسيم، يعني بيترقوا دلوقتي مش بيتم عزلهم. هي دي الازمه الفكره في الموضوع. يعني انت تريد كل من كان ينتمي الى الحزب الوطني؟ لا مش كل بقى، ما هو هنا في 3000 كارنيه، 3 مليون كارنيه حزب وطني، دول كان جزء منهم كورسات كمبيوتر شباب بتعملها عشان تدخل، وجزء منهم رحلات ومعسكرات، وجزء منهم كذا، وجزء منهم كان معانا في الميدان على فكره. يعني عايز اقول ان لما الثوره قامت في شباب من دول نزلوا الميدان. انا اعرف حد معانا في اوسيم كان بينزل معانا المظاهرات ويوزع بيانات وبتاع والكلام ده، وهو معاه كان كل علاقته بيه في لجنه بتاعت شرطه ولا حاجه، هو معدي يطلعه لهم او بتاع والكلام ده. فدي المساله، انما مش ال3 مليون كارنيه، احنا بنتكلم على ما يقارب 50 60 لحد 100,000 مثلا. 100,000 يعني مثلا دول ناس كانوا اعضاء في لجنه السياسات ورؤساء اعضاء مجلس محليه واعضاء مجلس محليه ومش كل ده محتاجين قضيه. طب الاحزاب التي تتكون الان اعتمادا عليهم بالضروره لازم تسقط، يعني بالضروره اذا تم، يعني هو يعني من ناحيه حتى قانونيه، اذا تم اقرار قانون العزل السياسي على بعض القيادات وهم كانوا وكلاء مؤسسين احزاب، بالضروره لازم تسقط، هتسقط لازم تسقط. لا انا عايز بس اتكلم في نقطه خالد بس يكمل ده انا هنقل من هنا، عايز بس اتكلم على هرجع لمساله الاستخدام الشعارات الدينيه. الموضوع كمان ليه علاقه بانه احنا بنطالب من سنين باصدار قانون دور العباده الموحد، لان ده هيفرق كتير جدا، واصدار قانون التمييز لان ده مهم. مش منطق يطلع واحد يقول ان المسيحيين اللي في مصر ما قدامهمش غير 3 خيارات، يا اما يدخلوا الاسلام، يا اما يدفعوا الجزيه، يا اما الحرب. واحد زي ده بالقانون خيار رابع دلوقتي كمان حطوه انه يسيب البلد او يسيب البلد. لا ده في اختيار للمسلمين ان يتركوا البلد لو ما لو ما عجبهمش. دي المرحله الثانيه. لو في قانون، المفترض لو في قانون رادع، واحد زي ده يبقى مكانه السجن، يعني بالقانون. مش احنا مش عايزين على القانون، لان ده كلام من شأنه انه يخلق فتنه طائفيه. يعني ده نوع من التمييز العنصري. طبعا ده تمييز من مش من حقه يقول ده. يعني المفترض ده يبقى في قانون يرد على الناس دي، او يعني يخلصنا من في توافق عام بين شباب الثوره. لا على ده انكم ضد التمييز. طبعا وانكم مع مبدا المواطنه. لان احنا عشنا مع بعض، لان احنا عشنا مع بعض 18 يوم، وما قبل 18 يوم احنا كنا بنبقى واقفين مع بعض في المظاهرات كل السنين اللي فاتت دي، مسلمين ومسيحيين مع بعض، بيتقبض علينا مع بعض وبنتضرب مع بعض وبنتسحل مع بعض. فالموضوع ما فيهوش احتمال. يعني حتى بعض الشباب المنتمين للتيارات الاسلاميه طبعا معانا في طبعا بعض الشباب المنتمين للتيارات الاسلاميه، يعني شباب من الاخوان ومن بعض التيارات السلفيه. لا في شباب بيؤمنوا بحق طبعا لو بيرفضوا كل التصريحات المتطرفه. بعض المتشددين والمتطرفين هم فقط ما تمشيش. وطبيعه المجتمع المصري كمان وتركيبته، الناس عايشه مع بعض في شبرا وهنا يعني انا اعتقد انها بتستخدم هذه المقوله عندما يعني نستخدمها في السياسه.
يعني لاهداف سياسيه. ما هي كل ده توظيف. ما هو ما استخدام الشعارات الدينيه، هو تعبير في الاخر عن حاله افلاس سياسي عند اللي بيستخدم شعارات دينيه. هو مفلس. لو هو عنده برنامج عنده فكر وعنده برنامج هيقدمه، لكن هو عنده افلاس، ما عنديش حاجه اقدمها ومش واثق في اللي انا بقدمه. هذا بالنسبه للمسيحيين. دلوقتي جبتوا سيره حاجه ثانيه وهي المراه. المراه موجوده على قوائمكم الانتخابيه؟ المفترض تبقى موجوده. يعني ايه المفترض؟ المفترض احنا قوائمنا في الائتلاف يعني هنقدر الامكان، بس احنا للاسف احنا يعني ايه اللي يمنع انها تبقى موجوده؟ شوفي هقول لحضرتك على حاجه. هو كان في مشكله اصلا قبل 25 يناير في نسبه المشاركات في العمل السياسي او في العمل العام، او حتى بشكل عام بقى نسبه مشاركه الشباب في العمل السياسي كانت نسبه قليله جدا جدا. فبعد 25 يناير انت بتدوري على كوادر، سواء شباب او كوادر نسائيه تقدر تخوض الانتخابات وبتاع. انما مثلا من شباب الثوره اعلنت اسماء محفوظ ان هي تخوض الانتخابات، وإسراء فتاح هتخوض الانتخابات، وسالي تومة هتخوض الانتخابات. يعني احنا في انتظار المزيد. يعني هو القانون ملزم ان يبقى فيه بس هي الازمه ان القانون ملزم ان تتحط المراه في كل قائمه، بس مش ملزم بالترتيب. يعني للاسف هتتحط في الاخر. انا مجتمع قبلي بقى، يعني الاحزاب التي تدعي انها مجتمع ذكوري في البدايه، الاحزاب التي تدعي انها احزاب ليبراليه وتقدميه عليها ان هي تختار بين انها تحط المراه تنفيذا للقانون فقط، فتحطها مجرد ان هي تحطها في القائمه، فتحطها في الترتيب الاخير او في الترتيب، يعني في اواخر القائمه، وبالتالي فرص وصولها للبرلمان تبقى ضعيفه. بس احنا بنتكلم عليكم انتوا، يعني قوائم الشباب ستخلو من المراه؟ لا بالطبع، أو ستكون موجودة بنسبة بسيطة؟ بالطبع لا. هي احنا دافعين جدا لدور المرأة في الفترة القادمة، وان يكون للمرأة دور كبير في الحياة السياسية. ولكن للأسف هو زي ما ذكر خالد انه كان هناك غياب للعمل العام من جانب الشباب ومن جانب المرأة، وبالتالي قلة الكوادر النسائية اللي كانت موجودة هو ده اللي بيوجد صعوبة في ان يكونوا موجودين بكثافة. ولكن يعني من وجهة نظرنا ان المرأة لابد ان تكون موجودة على قوائم الشباب، لابد ان تكون ممثله بشكل كبير يعني في مكان متقدم من القائمه، لان الحقيقه هو ده المنتظر منكم. هل على قوائمكم في مسيحيين؟ اكيد على قائمه الائتلاف في مسيحيين. في سالي توما، يعني هي بنت مسيحيه وقبطيه، بس كمان في شباب مسيحيين. عماد عاطف نازل على قائمه الائتلاف ومسيحي. هو بص يا حضرتك، الفكره في الاصل ان احنا كان مجتمع ذكوري الى حد ما، وكان غياب. ما احنا عايزين نغير هذا الشكل بقى، وده اللي احنا هنشتغل عليه الفتره اللي جايه. ان يكون في تعدديه، يكون في تمثيل لكل الطبقات وكل الانواع، يعني الذكور والاناث والشباب والاقباط، يكون كله ممثل بحيث ان يكون في تعدديه. ولكن احنا كنا بنامل ان ده بقى يمثل في قائمه وطنيه موحده، ان يكون في قائمه وطنيه لكل القوى السياسيه بتجمعهم، يكون فيها نسبه للشباب موجوده فيها، ويكون في نسبه للمراه موجوده فيها، ويكون في نسبه للاقباط موجوده فيها، بحيث ان احنا نبدا يعني الفتره اللي جايه نواجه. احنا محتاجين برلمان قوي، محتاجين برلمان هيحدد خريطه او خريطه مصر خلال 50 سنه قادمه، دستور وقوانين وتشريعات هي اللي هتحكم مصر خلال الفتره اللي جايه. فمحتاجين ان البرلمان اللي جاي يكون توافقي. فده كان دعوتنا اصلا من بعد الثوره لكل القوى الوطنيه وكل القوى السياسيه ان يكون في قائمه موحده. لكن هذا لم يتحقق، هذا لم يحدث. فاحنا حتى الان حتى الان احنا بنبدا بقى الشباب، يعني الاحزاب بجانب القوائم اللي هيعملها ائتلاف شباب الثوره والشباب، احنا بنبدا الاحزاب ان يكون في قوائمها شباب، يعني ان الاحزاب يكون على قوائمها شباب ويكون على قوائمها شباب نساء ومراه ومسيحيين. بالظبط. هنتوقف للحظات مع الشباب في الشارع المصري بيقولوا ايه في نفس الاتجاه اللي بتكلموا فيه. أهم المعوقات اللي بتمنع شباب الثورة ان هم يترشحوا في مجلس الشعب او مجلس الشورى هي التمويل، طبعا بدون ادنى شك. في جميع الديمقراطيات في العالم اللي بيمول اي حملة انتخابية سواء لمجلس الشعب او للرئاسة بيبقى دايما المتطوعين اللي بيقفوا وراء المرشح ده. انما طبعا احنا نتيجة الفساد السياسي اللي كان عندنا في السنين اللي فاتت كان دايما الحزب بيختار رجال اعمال اللي عندهم قدرة مالية، وهم اللي بيشتروا الاصوات وهم اللي بيعملوا دعاية كانت بتوصل بتكلف ملايين. فالنهارده احنا ما قدرناش نحقق الاليات الديمقراطيه الحقيقيه اللي تخلينا نعمل انتخابات على مبادئ سياسيه. الشباب مش هيقدروا ان هم يصرفوا على الحملات الانتخابيه، المفروض انها هتحتاج يعني فلوس كتير، وهتبقى المفروض هتبقى حملات ضخمه قوي. اعتقد ان في ميزه عند الشباب ان هم هيقدروا يبتكروا
حاجات تبقى اقل تكلفه، لكن برضو حتى الاقل تكلفه دوت هيحتاج برضو مصاريف كتير. يعني مش عارفين، في توجه من الاعلام ان هو يشوه الثوره في الشارع، وده برضو هيأثر على الشباب اللي هم نتاج الثوره بقوا موجودين وبقوا مرشحين للبرلمان. يعني اعتقد دي برضو نقطه من النقط المهمه. يعني الشباب مراهنين على ايه؟ مراهنين على يعني ايمان الناس والشعب المصري ان الثوره ممكن تخلي مصر احسن وافضل مما كانت. يعني المحليات هتكون فرصه للشباب انه يبتدي يمارس السياسه ويحتك بالجماهير بشكل اكبر. وانا شايف ان دي اول نصيحه اداها اردوغان لشباب الثوره لما كانوا في تركيا، الاهتمام بالمحليات. المحليات كانت سبب كبير في نجاح اردوغان ونجاح حزب العداله والتنميه، وفرصه لاي شاب ان هو يبتدي يمارس سياسه ويحتك بالجمهور ويعرف مشاكلهم ايه قبل ما يوصل للبرلمان. تحالفات القائمه بالفتره الحاليه ستؤدي لنتيجه واحده فقط، هي اكتساحات للاسلاميين اللي داخله بمسارها الوحيد، زائد الائتلافات اللي هي مشاركه فيها. هبص الاقي النهارده من 70 ل 75 80% اسلاميين، زائد الفلول، وخاصه ان التعامل المادي في القوائم الكبيره الفرديه هتؤدي فقط لنجاح من يمتلك المال او يمتلك العصبيه الكبيره. احنا محتاجين لقانون ان يبقى فيه انتخابات بالقائمه النسبيه الغير مشروطه، دي تدي فرصه للشباب يدخلوا الانتخابات. انما انا شايف نسبه 70% و30% دي تقصي شباب الثوره من المشاركه في العمليه الانتخابيه. شايف كمان وجود قانون الطوارئ هيمثل اعاقه كبيره جدا قدام المصريين في العمليه الانتخابيه. شايف كمان عدم وجود حد اقصى العمليه الانتخابيه هيخلي رجال الاعمال وفلول الحزب الوطني هيضخوا اموال داخل العمليه الانتخابيه، وهنرجع لبرلمان ما قبل 2011. انا بعتقد ان البرلمان هيبقى استكمال للثوره دي، هقدر ان انا احقق بعض المطالب للثوره لو انا عندي برلمان ممثل للقوى الثوريه وللمصريين بجد، ان احنا نعمل تغيير بجد، ان احنا نعمل تطهير بجد. طول عمر الواحد بيبقى فاكر نائب برلمان ده نائب علشان يجيب لي شقه ولا يخلص لي مش عارف ايه، والكلام الفساد اللي احنا واخدين عليه، بس ده مش دور النائب. دور النائب في التشريعات، دور النائب ان هو يشرع لي قوانين ويبقى موجود لحاجه تحافظ على حقوقي، تحافظ على حقوق المكان، تقدر ان انا احسن من مصر وتقدر ان انا اطهر من كل الفساد اللي موجود. بالنسبه للنظام المجلس العسكري منزله، وبالنسبه لتقسيم الدوائر والنظام الانتخابي، فده يصعب ان اهل السياسه اللي كبار في السن ان يقدروا ينافسوا في الدوائر، فما اعتقدش ان ممكن يكون في ادنى مجال للشباب. يعني هو واضح طبعا بعد هذه التعليقات من شباب الثورة في الشارع انه مش مختلفين عنكم كتير، يعني واضح انكم متفقين اتفاق جيد جدا. انا عايزة اسألك احمد خيري، عايزة أسألك عن البرنامج الانتخابي أو البرامج الانتخابية التي تودون تقديمها للناخب المصري، لأن أنا عارفة أنك عايز تقف عندها بشكل خاص. يعني هو أنا واقف عن نقطتين بسرعة، البرلمان والبرامج. النقطة الأولانية البرلمان، أنا عايز أقول للناس البرلمان الجاي مش شرط إنه يطلع أفضل الأوضاع، بل بالعكس إحنا مرينا ب30 سنة يعني سيئين للغاية، وفي أوضاع اللي إحنا اتكلمنا فيها مشاكل الشباب والمرأة والأباط. إحنا عندنا أمل إن إحنا نصل إلى الحد الأدنى في البرلمان الجاي من وجود للأقباط والمرأة والشباب، على أنه يجب أن احنا نقوم بعمليات توعية وخلق كوادر حقيقية في الشارع في الموضوع ده. مسألة البرامج طبعا يجب يعني أنا بنتمي الحزب، عندنا برنامج انتخابي وسيطرح وقت الانتخابات، يجب أن الجميع يبقى عنده برامج انتخابية. دي النقطة المهمة جدا، دي اللي بتمثل حتى يكون الانتخاب بالبرنامج وليس بالظبط. يعني أي واحد بيرفع شعارات فقط هو مفلس سياسيا، ما عندوش أي حاجة. لكن اللي عنده برنامج حقيقي ده اللي هيخلي الناس هيوصلوا، حتى لو الناس ممكن بدايه الاول ما ملهاش في التخصصات قوي في الاقتصاد، لكن الناس هتبتدي تسمع، لانه ما يعني الناس بالضروره في الشارع مش بس الدستور ولا ما يعني الناس في كل الاحصائيات اللي اتعملت، البطاله، الاقتصاد، ودي كانت من المطالب. ماذا سنفعل في مواجهه البطاله في الاقتصاد، في التعليم، في اشياء كثيره؟ كان لها مطلبين رئيسيين، العداله الاجتماعيه والحريه، ولا يجوز ان احنا نغفل جانب عن بعض. الحقيقه ده يعني شيء جيد بنوجه النظر له تاني، انه يجب أن ننظر إلى الناخب من حيث برنامجه الانتخابي، سواء ناخب في مجلس الشعب أو الشورى أو في رئاسة الجمهورية. يعني هي مش فكرة إن واحد عنده كاريزما والتاني لا أو لا، هو إيه برنامجه الانتخابي بالنسبة لعموم الشعب. لازم الناخب هنا يبقى طماع، يعني أنا عايز الناخب طماع يشوف المرشح ده أنت هتقدم لي يبقى طموح. يبقى طموح. محمود، كنت بتتكلم عن الحقيقة نقطة لفتت نظري، فكرة إنه الأحزاب القديمة ستدخل بيها شباب جدد عشان
طيب انا بس عايز اتكلم في نقطه البرامج، بس اشير اليها بسرعه قوي، ان مش شرط يكون في برنامج قوي على قد ما يكون في قدره على التنفيذ. يعني كل عنده امكانيه ان هو يطرح برامج، ولكن لابد ان يكون في قدره على التنفيذ البرنامج. نقطه الاحزاب القديمه او احزاب الشباب الجدد، لا، والعائلات القديمه التي كانت تدعم الحزب الوطني، العائلات الكبرى التي كانت تدعم الحزب الوطني بشكل كبير، من الممكن ان يعني يدفعوا بشبابهم الصغير على انه شباب الثوره. تمام. وبالتالي ده نقطه فيها تحايل. يعني انا كنت عضو مجلس شعب عن الحزب الوطني، لا انا هدفع بابني او بابن اخويا على انه من شباب الثوره، وانه هو عليه، وندعمه بالمال وندعمه بنفوذنا وندعمه بعلاقاتنا. وده يمكن نقطه في غايه. طب ماذا نفعل في مواجهته؟ احنا عاملين حملتين، حمله اسمها الدايه البيضاء والدايه السوداء. الدايه البيضاء ديت هتبقى هدفها وضع سمات عامه واسس تتطلب في عضو البرلمان، صفات في عضو البرلمان، انه يكون ما شاركش في اي فساد قبل كده، انه يكون مؤمن بالثوره ومؤمن باهدافها ومبادئها وسيسعى الى تحقيقها، انه يكون مثقف وانه يكون محترم. دي الدايره البيضاء. دي الدايره البيضاء. هتضع سمات عامه، ومش هتسمي حد، يعني مش تقول انتخبوا فلان او احمد او خالد او كده، هتضع سمات عامه، وفي نفس الوقت هتوضح دور عضو مجلس الشعب الحقيقي، اللي هو الدور الرقابي والتشريعي اللي اتكلمنا عنه. والدايره السوداء. الدايره السوداء ديت من وجهه نظرنا هي تفعيل شعبي لقانون الغدر. تفعيل شعبي لقانون الغدر في حاله عدم تنفيذه، اللي هو زي ما كان خالد بيقول يمسك فلول. يعني هنقول ان دوت عضو سابق في الحزب الوطني، انه هو دوت عضو او واحد شارك في الفساد، انه واحد ده كده الدايره السوداء عندكم هتبقى متسعه جدا، لانها هتبقى تقول كان عضوا في الحزب الوطني، او والده او عمه او اسرته. لا يعني مش شرط عمه او اسرته، هو ممكن يكون هو نفسه شخص كويس، تمام، حتى لو كان من عيله لكن يعني هو نفسه شاب جيد. شاب جيد. ولكن اذا كان في تحايل، واحنا يعني عند التحايل، لان احنا هنعمل خط متواصل مع اهل الدايره نفسهم، وهم نفسهم اللي هيبداوا يبعتوا لنا تقارير عن المرشحين وعن هل ايه يعني التاريخ بتاعهم، وهل هم يعني انتوا على صله بالاماكن. بالظبط. مجموعاتنا في كل الاماكن، في كل المحافظات معلومات حقيقيه يعني. بالظبط، شغاله من دلوقتي، بحيث على تواصل، وعاملين كذا اكتر من خط ساخن، بحيث ان احنا بيجي لنا مكالمات عليه، بحيث واحنا بنبعت فريق بعد كده، لان فعلا السؤال هتعرفوا ده ازاي. بالظبط. بس في عضو، واضيف على كلام محمود، انا اعرف عضو بدون ذكر اسماء كان في انتخابات 2010 كسبان الحزب الوطني، مرشح الانتخابات اللي جايه سواق توك توك موجود في القريه عنده، حافظ له بيه على المقعد. فبيتعرف يعني هو يعني بسهوله يمكن يعني. طب خالد، انا كنت عايزه الحقيقه اسال برضو هنا سؤال مهم خاص ب يعني شكلكم دلوقتي في الشارع المصري. يعني كنا في الأول بنقول هؤلاء الشباب هم بلا قيادة واحدة، وكانت في البداية الحقيقة كانت نقطة قوة، ثم بدأت تنقلب إلى في نظر البعض إنها نقطة ضعف. هل آن الأوان كي تختاروا قيادة معروفة لا وواحدة؟ هي ما قلبتش نقطة ضعف، أنا مصر إنه ما زالت هي نقطة قوة. أنا بقول لا أنا الحقيقة بقول في نظر البعض. في نظر البعض يعني قد لا يكون هذا رأيي. لا يعني أنا الحقيقة متأكدة إنها ما زالت نقطة قوة. اللي بيحصل دلوقتي والاجتماعات اللي بتتم والتوقعات والكلام ده بيقول إنه طالما القيادة لسه في إيد الشارع، فيبقى الثورة ماشية في الطريق الصحيح. ولذلك أنا مش قلقان خالص من إنه الثورة ما كانش لها قيادة. الناس قدرت تنتج أشكال مختلفة من القيادة، تمثلت مثلا في ائتلاف شباب الثورة اللي تم تكوينه في البداية من الحركات والتنظيمات الشبابية اللي كانت بتنزل في الشارع المصري قبل 25 يناير، واللي حضرت بالأساس أو رتبت ليوم 25 مع بعض إلى جانب حركات أخرى، وبعدين رتبت ليوم 28، وبعد كده أنتجت الثورة تحت شباب الثورة وعدد من الائتلافات الحقيقية وكتير جدا من الائتلافات الوهمية اللي اتشكلت بفعل فاعل يعني. بس الناس عندها قدرة على الفرز جامدة جدا، وعارفين مين الحقيقي ومين اللي مش حقيقي، ومين اللي منتمي للثورة بشكل فعلي ومين اللي مش منتمي. إنما البرلمان اللي جاي هو الحقيقة برلمان مهم، ممكن هو اللي يحط بعد كده أو يحط أول لبنة في شكل القيادة الجديدة للثورة المصرية إذا جه بشكل يعبر عن الثورة المصرية. بمعنى إنه الناس خرجت قالت شعارات، قالت عايزين نعيش حرية، كرامة إنسانية، تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. كل دي شعارات. اللي هيفكك هذه الشعارات ويحطها في تشريعات وفي نصوص دستورية وحقوق محسوسة الناس تمسكها بإيديها وتعيشها، بمعنى إنه لما يقول عدالة اجتماعية فمعناها إنه يروح المستشفى ما يقولوش اعمل قرار علاج، لا، هو يتلاقي العلاج
في المستشفى، مش يروح يجري يعمل قرار علاج ويلف على نائب ومش نائب والكلام ده. بمعنى انه لما ابنه يجي له من المدرسه، ابنه يقول له انا المدرس درس لي 1 و2 و3 واداني واجب كذا وكذا، فيشعر المواطن بانه في تعليم بجد، مش العمليه مش كلام وخلاص وكذا. يعني نعيش العداله الاجتماعيه مع بعض، نشعر بالحريه اللي احنا طلعنا نادينا بيها في صوره، وده جزء من البرنامج. يعني عايز انقل في سطر بس جزء من البرنامج الانتخابي اللي هيطرحه الائتلاف فيه وهيخوض بيه الانتخابات. الائتلاف بنحضر برنامج ونقعد في جلسات مستمره، في 2 من الزملاء مكلفين بانهم يعقدوا جلسات مع بعض الخبراء في المجالات المختلفه، سواء المجالات الاقتصاديه او حتى السياسيه او حتى في العلاقات الخارجيه وغيره، لانه لازم ننزل بتصور الائتلاف هيخش البرلمان يدافع عن ايه جوه البرلمان. احنا هندافع عن شيء جميل يعني. طبعا هندافع عن زياده مخصصات الصحه، زياده مخصصات التعليم، هندافع عن حد ادنى للاجور، هندافع عن علاقه خارجيه. لا مش هندافع عن حد اقصى. يعني عشان تعمل حد ادنى لازم يبقى في حد بشكل عام. عشان تعمل حد عن مطالب الثوره، عن اهداف الثوره، مش مطالب، اهداف. الثوره لها اهداف ملهاش مطالب. يعني هو الهدف في النهايه، بس الثوره ما بتطلبش. اصل الموضوع تحول بقى لمطالب، فلما بقينا نقول مطالب كتير فبقينا نقعد نقبل مطلبين ونفوق. لا الحقيقه هو هنا يعني هو الكلمه يمكن تكون اكثر دلاله في كلمه اهداف. صحيح. انا عايز اسالك سؤال. الحاله الامنيه مش خايفين منها؟ يعني الانتخابات لما هتبدا في وسط هذه الحاله الامنيه مترديه الحقيقه، مش خايفين منها على نتائج الانتخابات؟ يعني قبل ما اعلق على النقطه دي، عايز ارجع بسرعه لنقطه خالد سريعه. ما انا اكد اوكي. طيب انا بشدد بس اخيرا على نقطه خالد انه الثوره ما لهاش قياده، ده مهم جدا، وقضت عند فكره انه الشخص الملهم عند الشعب المصري. لو رجعنا للناحيه الامنيه، طبعا يعني الناحيه الامنيه في مشكله حقيقيه، وده السؤال اللي بيقودنا، اين الداخليه؟ ليه ما رجعتش الداخليه رغم ان مرتباتهم اتضاعفت 150% واتضاعفت بارقام كبيره؟ فين الداخليه لحد دلوقتي؟ في حاله من حالات الغياب الامني. والسؤال هنا، هل يمكن اجراء انتخابات في ظل الاوضاع الامنيه السيئه اللي موجوده؟ هل يستطيع المجلس العسكري وتستطيع وزاره الداخليه اللي مش قادرين يامنوا مباراه كرة قدم، يستطيعوا ان هم يأمنوا انتخابات في ظل حالة التناحر الطائفي والعرقي والقبلي الى اخر الكلام ده كله؟ ده سؤال الاجابه مش عندنا اعتقد. في سؤال الحقيقه يعني عايزين نختم الحلقه بشيء جميل، هو فكره الترشيح لجائزه نوبل. وطبعا انت متحدث رسمي لحركه 6 ابريل. 6 ابريل مفترض انها موجوده في هذا الموضوع. طبعا هو حاجه يعني شيء كلنا بنفتخر بيه، ان الثوره المصريه مرشحه لجائزه نوبل للسلام هذا العام، ممثله في 2 منها. الاول سعى عبد الفتاح، زميلنا سعى عبد الفتاح بالمناصفه مع حركه شباب 6 ابريل، والثانيه زميلنا وائل غنيم. طبعا ده شيء كلنا بنفخر بيه وكلنا بنعتز بيه، لان الثوره المصريه شايفين بتقرب من كل انحاء العالم. ولكن احنا التكريم بتاعنا الحقيقي هو في نجاح الثوره ونجاح اهدافها، وان هذا يعني هذه الجائزه ما هي الا تكريم معنوي فقط لا غير، ولكن التكريم الحقيقي المادي الملموس بالنسبه لنا هو نجاح الثوره ونجاح اهدافها. وبالتالي احنا بنأكد برضو على ان كل شاب او كل واحد شارك في الثوره هو يستحق جائزه نوبل. كل شهيد ضحى بروحه وبدمه فداء الوطن وفداء الثوره ده يستحق جائزه نوبل، وان الجائزه دي هي للشعب المصري كله. وفي حاله يعني الفوز او احنا الترشيح نفسه احنا اهديناه للشعب المصري كله، ان هو يستحق جائزه نوبل. يعني الحقيقه الواحد كل ما بيشوفكم بيزداد امل في انه المستقبل في مصر ان شاء الله هيبقى مستقبل جميل ومحقق لكل أهداف الثورة وليس مطالب الثورة. بنشكر ضيوفنا في حلقة الليلة، خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، أحمد خيري عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل أو شباب 6 أبريل. شكرا ونلتقي إن شاء الله.
الانترنت أسرع على DSL. مع IMDSL داونلود الأغاني والأفلام والبرامج أسرع، وتشات مع صحابك وشيك ميلك أسرع. اتصل على 19 910 وهات DSL من IM. من انترنت مصر.